هنجرب مع بعض واحد من الموبايلات في الفئة تحت المتوسطة اللي بيتراوح سعرها من بين 9000 جنيه لحد 11500 جنيه، واللي حرفيا عامل قلبان في السوق وعامل قلق كبير جدا للمنافسين. تعالوا نعرف ليه النهارده الجالاكسي اي 25 منافس قوي، وليه لازم تحطه في اعتبارك لو انت قررت تشتري موبايل في رينج السعر اللي احنا لسه قايلين لك عليه دلوقتي. هنلخص التجربه في بعض المميزات والعيوب، بس بعد ما ناخد نظره مفصله عن الشكل والتصميم اللي سامسونج كل شويه بتجدد فيه وبتحاول تطور ليه علشان تفضل سلسله الاي من الحاجات اللي فيها عوامل جذب للمستخدمين اللي بيحبوا الفئه دي. اي حد هيمسك الموبايل ده في ايده هيكتشف على طول ان الموبايل بالتصميم الكامل من البلاستيك، وده الشائع وده الوارد وده الطبيعي في الفئه دي وفي السعر ده في الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي. الحواف زي ما احنا شايفين، اكتر حاجه عجباني في الموبايل ده الحواف بتاعته مسطحه شبه حواف الاي 35 والاي 55. في هنا بروز بسيط علشان الزرار بتاع الصوت والزرار بتاع الباور والبصمه. الحواف من كل الجوانب بقى خلاص مسطحه من فوق ومن تحت وفي كل الجهات. انا بالنسبه لي اكتر حاجه لفتت نظري في التصميم الحواف بتاعته، جميله جدا وبتخلي الموبايل كده شيك في المسكه بتاعته. الظهر زي ما احنا شايفين من البلاستيك المط. سامسونج ما حاولتش ان هي تخلي الشكل يبان ان هو ازاز، ولكن هو كله من البلاستيك. الظهر اللون بتاعه مش لون صافي او لون سوليد، لا اللون زي ما احنا شايفين في كده عباره عن باترن صغير كده بيبان في تدرجات الاضاءه لما يدي انعكاس معاك. الكاميرات مش بارزه بدرجه كبيره، وده طبعا يرجع ان اصلا الموبايل السمك بتاعه يعتبر كبير لو انت من محب السماعات الايرفونز السلك. الشاشة الأمامية 6.5 إنش ولكن مناسبة جدا وكافية في رينج السعر ده. شاشة كثافة ألوانها يا جماعة محترمة جدا، والسوبر أموليد بجد مدياله ميزة تنافسية كبيرة جدا. معدل التحديث زي ما احنا شايفين بصراحة حلو قوي، وكانت سامسونج كانت أقصى حاجة بتدعمها في رينج السعر ده ممكن نقول إن هي ما تعلاش عن 90 هرتز، ولكن هنا مدعوم ب 120 هرتز. مميزات ايه 25 إيه يا ترى؟ تعال أقول لك، ركز معايا علشان دي اكتر مميزات مهمه هتسمعها عن الموبايل ده، وهندخل بعدها على طول باكتر عيوب مهمه موجوده برضو في الجالاكسي اي 25. تعالوا نبدا بالمميزات. اول ميزه في الموبايل ده ان هو نسخه بتدعم شبكات الجيل الخامس. الجالاكسي اي 25 بيجي لك بمعالج اكزينوس 1280 5 نانومتر، هيساعدك على توفير الطاقه، وجاي كمان باخر واجهه من واجهات سامسونج الوان يو اي 6، وعندك كمان بيدعم اندرويد 14. سامسونج قالت ان هي بيدعم ان هو يقدر يتحدث لحد 4 اجيال من الاندرويد. ده حاجه طبعا ميزه قويه جدا في الجالاكسي اي 25. الموبايل بدعم 2 شريحه في نفس الوقت او شريحه واحده وميموري، ولكن الموبايل 256 جيجا و8 جيجا رام النسخه اللي معايا، فانا في رايي انا عن نفسي مش هحتاج ان انا استخدم ميموري كارد في موبايل زي ده بمساحه تخزين شبه دي. جالاكسي اي 25 جاي ببطاريه سعه 5000 ملي امبير، الساعه قويه وكبيره، وبتيجي كمان بسرعه شحن 25 واط، واحنا ما كناش متعودين من سامسونج بصراحه على ان هي تحط لنا سرعه شحن 25 واط في موبايل تحت الفئه المتوسطه. اصلا كانت بتبقى دايما سرعات لا تتجاوز ال 15 واط او ال 18 واط. من المزايا التنافسيه الموجوده في الجلاكسي اي 25 الكاميرات الخلفيه. الكاميرا الخلفيه الاساسيه جايه بدقه 50 ميجا بكسل، فتحه العدسه كبيره وواسعه 1.8 ملم، كمان بتدعم الاو اي اس اللي هو المثبت البصري للعدسات. موبايل اللي معانا 256 جيجا و8 جيجا رام، وكمان بيدعم 8 جيجا فيرتشوال ميموري، بتزود لك الرامات لحد 16 جيجا، فطبعا ده هيخلي سرعه الجهاز اكبر، وحته ان هو يفتح تطبيقات وينتقل بين التطبيقات بتبقى اسهل واسرع بكتير. كمان زي ما قلنا الموبايل بيدعم البصمه الجانبيه في زر الباور. البصمه من تجربتي ليها ان هي كويسه زي ما احنا شايفين. البصمه برضو بتاعه الوجه تعتبر كويسه، ولكن مش بسرعه البصمه بتاعه الاصابع. الموبايل كمان بيدعم معانا الاستيريو سبيكر، من السبيكر اللي تحت والسبيكر اللي فوق، الصوت بتاعه قوي وعالي وواضح عن تجربه. ايه هي العيوب؟ ركز معايا. اول حاجه تصميم الشاشه الاماميه زي ما احنا شايفين في رايي قديم جدا، حته ان البيز العريض من الجناب ومن الحوافه من تحت وشكل النوتش بتاع الكاميرا عامل كده قديم جدا. الموبايل وزنه يعتبر تقيل شويه 197 جرام، السمك بتاعه برضو يعتبر سميك شويتين 3 8.3 ملم. الموبايل للاسف ما بيجيش معاه شاحن في العلبه. انا جايب الموبايل وجايب معاه الشاحن، وللاسف الشاحن الاوريجينال ده بيوصل سعره بره من 700 ل 800 جنيه. للاسف ما فيش حاجه بتيجي معاه في العلبه غير الكابل التايب سي، واللي تايب سي بتاع الشحن مش اكتر. ولكن للاسف كالعاده احنا بقالنا فتره مفيش اي شواحن، ولكن دي تعتبر من العيوب لان شركات كتير جدا وارخص منه شاومي وريلمي وغيرهم بتحط شاحن في العلبه. كمان مفيش اي باك كفر في العلبه موجود للموبايل، هتضطر برضو تشتري باك كفر. الكاميرا الاماميه سامسونج في الموبايل ده ما اهتمتش بيها، 13 ميجا بكسل بس، فتحه العدسه 2.2، ولكن للاسف الكاميرا الاماميه مش هتديك جوده اللي انت بتحلم بيها لو انت من محبي الكاميرات الاماميه. الحاجه الاخيره في العيوب ان الموبايل مجرد ما تمسكه
هتعرف وتتأكد مليون في المِيّة إن الموبايل كُلّه من البلاستيك سواء الفريم سواء الضهر، ولكن زي ما إحنا شايفين التصميم المَط بيخلّي الموبايل مطبّع بشكل صعب أوي. الموبايل ده سعره بيعمل كام؟ سعره بيبدأ من 8450 لنسخة ال6 جيجا رام وال128 تخزين داخلي، يوصل معاك لحد 11300 لل256 8 جيجا. لو عندك أي استفسار عن جالاكسي A25 عشان لو أنت حابب تشتريه أو تعرف حد حابب يشتريه، ابعت له الفيديو يمكن نجاوبه على أي سؤال بيدور في دماغه. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو. سلام عليكم.